ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ كويس؟ طيب انا قلت اطمن عليك. فيلم ميجن، الفيلم اللي من اخراج نفس مخرج فيلم الرعب الرائع انابل، ومن انتاج بلام هاوس، نفس الشركه اللي انتجت فيلم الرعب الاكثر من رائع بلاك فون. اتحمست؟ طب الحماس ده كله ملوش لازمه لان الفيلم فيستك وعلى الله، فيلا بينا نخش في التفاصيل. في البداية ملخص الفيلم ومن غير حرق هو إن في مبرمجة قررت تعمل روبوت لعبة يكون بيتفاعل مع البشر وتساعد في العناية والاهتمام بالأطفال بدل أهاليهم، لكن مع الوقت الروبوت اللعبة ده بيتطور تلقائيا وبيتحول لوحش بيطارد أبطاله. خليني أقول لك على الحاجات اللي عجبتني بسرعة لأنهم للأسف مش كتير. عجبني جدا تصميم شخصية ميجن، بصريا ظهورها على الشاشة كان بيحسسك بالتشتت، اللي هو أنت مش فاهم هي روبوت ولا حقيقية، وده حاجة حلوة جدا بما إنك بتتكلم عن فيلم تصنيفه رعب وخيال علمي. لازم الكيان الشرير يحسسك بعدم راحه لما تشوفه، ودي حاجه هوليوود بشكل عام متميزين فيها جدا. نشوف كيانات اتعملت في افلام كتير زي ذا نان وزي العروسه المشهوره انابيل، لكن هل هم بقى استغلوا الكلام ده؟ طبعا لا، وهقول لك ليه في فقره السلبيات. تاني حاجه عجبتني بقى هو ان كان في كام افيه حلو وضحكوني انا والثلاثه اربعه اللي كانوا قاعدين معايا في القاعه. انا مش عارف اصلا حته الكوميديا دي حته ايجابيه ولا سلبيه بما اننا بنتكلم عن فيلم رعب. وبس كده خلصنا الايجابيات، نرص بقى السلبيات. بصوا يا جماعه، انا كنت داخل الفيلم ده ومعلي سقف توقعاتي جدا، بالذات كمان لما عرفت انه من نفس صناع فيلم الرعب الرهيب انابيل، لكن اللي شفته قدامي كان عباره عن حشي مش اكتر. انا اسف اني بقول كده بس هو ده اللي انا شوفه. في البدايه فكره الروبوت اللي بيتطور ويبقى خطر على البشر دي اتهرست في 40,000 فيلم قبل كده، وكنت شاري جدا على امل ان انا ادخل واشوف الفكره بطريقه مختلفه، طريقه الافلام الرعب. والفاجعه ان الفيلم كله ما فيهوش واحده جامب سكير، وده كان شبه استسهال تماما. يعني ايه فيلم رعب وما فيهوش مشاهد تخضك؟ الموضوع مش منطقي باي شكل من الاشكال. انا داخل فيلم رعب علشان بكل بديهيه اتخض اترعب. وبعدين هو انا ليه طول احداث الفيلم حاسس ان انا قاعد بتفرج على نسخه رديئه من فيلم الرعب اورفن؟ يا جماعه لو ما اتفرجتوش على فيلم اورفن الجزء الاول فانتوا فايتكم كتير قوي. بس الفكره ان انا في اورفن كنت مخضوض جدا، كنت خايف جدا متوتر وعندي حماس اعرف المشاهد هتنتهي على ايه. انا طول فيلم ميجن مستني منطقه البيك، المنطقه اللي انا هبدا اتوتر فيها، بس طول الفيلم المنطقه دي ما بتجيش. انا متوقع اللي هيحصل، كل مشهد انا ببقى عارف المشهد اللي بعده ايه اللي هيحصل فيه. نفسي اتخض على شخصيه، نفسي اتعاطف مع اي شخصيه، بس للاسف ما حسيتش باي حاجه. فسير القصه كان شبه متوقع وكاني شايف الفيلم قبل كده. فللاسف الفيلم كان اقل كتير جدا من توقعاتي. مفيش رعب، انا ما اتخضتش، مفيش اي اثاره تخليني مخضوض. الفيلم احداثه متوقعه لحد اخر مشهد انت عارف ايه اللي هيحصل فعليا. بس فملخص كل كلامي ان القصه مش متعوب عليها. فيلم رعب بمعدل زيرو جامب سكير، وده اصلا مصيبه اساس. في النهايه الفيلم واخد على IMDb 6.4 وواخد على روتن توميتوز 78%. تقييمي انا الشخصي 5.5. تقدر تروح تشوف الفيلم وتيجي تقول لي رايك في الكومنتات. وبس كده، ما تنساش لو بتشوفنا من يوتيوب تعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل. ولو بتشوفنا من فيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولايك وفولو للبيج. وسلام.